هفضل اقولها الجمله المعتاده اللي انا بصراحه هي بقت شعار الوضع الحالي اللي انا عايشه، ان الحياه عباره عن تحديات متتاليه لا تنتهي الا بانتهاء الحياه نفسها. الحياه ما هي الا جيم بنلعب الجيم ده، تمام؟ فيها لحظات فرح، فيها لحظات حزن، لكن لا ده دايم ولا ده دايم. بس عشان ما حدش يضحك عليك وقال لك ان انت هتفضل عايش مبسوط سعيد للابد، لا، احنا مش في الجنه، احنا في الدنيا. انت مش في الجنه حضرتك عشان تقول لي انا هفضل الراحه الابديه دي مش موجوده هنا، في الاخره ان شاء الله. يعني ربنا يكتب لنا جميعا نخش الجنه كلنا كده، اللهم امين. لكن ما حدش ضحك عليك ولا كده. لكن انت في لحظات فرح في الدنيا، في لحظات سعاده وبهجه في الدنيا، لكن مش دايما. وبعد ما بيبقى في لحظات فرح في لحظات حزن. فانت واجب عليك تعمل ايه بقى عشان تخرج من الليله دي كلها؟ انك تتاقلم على الوضعين. والله لحظات حزن ربنا هتلاقيه بيعينك ان انت تعدي منها، لحظات فرح ربنا بيهون عليك بيها من اللي انت مريت بيه، بعد كده لحظات حزن ربنا يعينك على، وهكذا. هي الحياه كده. فالناس بقى اللي بتصيح والحياه بقت صعبه، وحد قال لك يا حبيبي انت جاي هنا دريم بارك، كل اللي احنا المفروض نعمله ان احنا نتاقلم ونتعامل، بس كده. موضوع بسيط جدا. شكرا.